بتعمل 200 كرانش كل يوم وبتستنى انك تطلع عضلات بطن، فانت بتضيع وقتك. ركز معايا لان دي هتكون دليل بدون لف ودوران علشان تجيب 6 باك في 3 خطوات بس. الخطوة الأولى، افهم ازاي تمرن بطنك. هنا اغلب الناس بتغلط، بيعاملوا عضلات البطن كأنها عضلة سحرية محتاجة عدد تكرارات عالي، وده غلط تماما. انت عمرك هتعمل 100 بنش بريس من غير وزن علشان تكبر صدرك؟ طبعا لا، فبلاش تعمل كده مع البطن. لو عايز نتائج طبق الأربع قواعد دي. زود مقاومة، استخدم أوزان، أجهزة أو وزن جسمك. بس لو عايز شكل منحوت وبارز، وزن الجسم لوحده مش هيكفي مع الوقت، وهتفضل بعضلات بطن مسطحة. خليك في مدى 5 ل 15 تكرار. لو بتوصل ل 20 بلس تكرار بسهولة ومش بتتألم، يبقى التمرين خفيف. الضغط التدريجي البروجريسيف اوفرلود، يعني تزود الحمل مع الوقت. زود الوزن، قلل الراحة، بطئ الحركة، واستمر في تحدي العضلة. مرن البطن مرتين في الأسبوع بس، مش محتاجة 4 مرات. العضلة لازم ترتاح علشان تكبر. حاول تقسم تمارينك وتلعبها صح علشان تلاقي نتيجة. وحاول تتمرن بتركيز عالي أكتر. الخطوة التانية، استخدم التمارين الصح. لازم تضرب الجزء العلوي، الجزء السفلي، الجانبين الأوبليكس. ومن الآخر محتاج 3 تمارين بس. كيبل كرانشز للجزء العلوي، ممكن كمان آلة الكرانش أو بنش مائل بوزن. المهم تتني العمود الفقري مش تهز جسمك. 3 مجموعات في 10 ل 15 تكرار بلس دقيقة راحة. ليج ريزز للجزء السفلي، لو صعبة اتني رجلك واعمل ني ريزز. 3 مجموعات في 10 ل 15 تكرار بلس دقيقة راحة. كيبل سايد كرانشز للجانبين، تمرين سهل التحميل وهيولع العضلة. أو اعمل سايد بلانك ريزز، نفس النظام. 3 مجموعات في 10 ل 15 تكرار بلس دقيقة راحة. وخلاص، ما تعقدش الموضوع. الخطوة الثالثة، لازم تخس دهون. اسمح لي أصدمك، انت أصلا عندك عضلات بطن بس مستخبية تحت طبق الدهون، خزان الشتاء. العضلات بتتبني في الجيم بس بتظهر في المطبخ. والحل إيه؟ عجز حراري، يعني تاكل سعرات أقل من اللي بتحرقها. ابدأ بعجز حوالي 15% من مستوى ثباتك. هتلاقي روابط لحساب السعرات في الوصف. الخلاصة، أضف مقاومة، اتمرن صح، حمل عضلاتك تدريجيا، اثبت، اخسر دهون. لو طبقت ده باستمرار، هتبص في المراية يوم وتقول ايه ده؟ بجد؟ يلا، درب بذكاء مش بعشوائية. اعمل اشتراك للقناة وخليك مع تيم ورك اوت بالعربي.